اي حد عايز يخس تاني حاجه بيفكر فيها بعد تقليل الاكل هو الكارديو. بعرف ان عاوز يزود حرقه. في الفيديو ده هنتعلم كل حاجه عن الكارديو وهيكون معاك دليل كامل تقدر تمشي عليه. نعرف ازاي تلعب الكارديو وامتى تلعبه وايه انواعه. هقول لك حاجه هتصدمك عن الكارديو، انا نفسي اتصدمت لما عرفتها. خلينا الاول نفهم جت منين كلمه كارديو. الكلمه اصلها لاتيني ومعناها عضله القلب. في الجيم الكارديو معناه التمارين اللي بتعلي نبضات القلب. امثله على التمارين دي زي المشي على التريد ميل او البايك، وتمارين بوزن الجسم زي الجامبنج جاكس والهاي ني، وغيرهم في تمارين كتير. خلينا نعرف فوائد سريعه عن الكارديو. غير انه بيساعدك في حرق الدهون، هو اساس صحه القلب، بيقلل خطر الضغط العالي وامراض القلب، بيحسن التنفس والرئه، ويزود كفاءه الجهاز التنفسي، فبالتالي بتتعب اقل، بيرفع اللياقه والتحمل، وبيخليك تقدر تتمرن لفتره اطول بدون تعب. عموما هو بيحسن الاداء الرياضي في كل حاجه. غير انه مهم جدا لمرضى السكر، انه بينظم السكر في الدم، بيفرز هرمونات الاندروفين، ده بيحسن المزاج ويقلل التوتر، فبالتالي بيقلل الاكتئاب والضغط النفسي، بيحسن الدوره الدمويه ووصول الاكسجين للعضلات. طب امتى نلعب الكارديو؟ عندك وقتين: اول ما تصحى من النوم وبعد التمرين. اول ما تصحى من النوم وده قبل الاكل، قبل ما تملى مخازن الجلايكوجين في العضلات، الجسم بيستفاد اكتر انه يستهلك الدهون كمصدر طاقه. وبعد التمرين بعد ما تكون خلصت مخازن الجلايكوجين، فبرضه الجسم بيعتمد اكتر على الدهون كمصدر طاقه. بس ده مش معناه انك هتخس اول ما تخلي الجسم يستهلك الطاقه من الدهون. اللي هيخلي فعلا جسمك يخسر دهون هو العجز في السعرات. طب ازاي نلعب كارديو وايه انواعه؟ الكارديو الخفيف او المتوسط او بمسمى لس، زي المشي السريع او العجله او السير، الطريقه بتاعته من 30 ل 45 دقيقه بشده متوسطه او قليله. ده بيساعدك تستهلك اكتر من الدهون، فبيساعدك انك تحرق اكتر وفي نفس الوقت مش مرهق. النوع ده الهارت ريت بيبقى من 60 ل 70% من اقصى نبض ليك. ممكن تعمله كارديو متوسط الشده من 70 ل 80% من اقصى نبض ليك، وفي الحاله دي ممكن نقلله شويه من 20 ل 30 دقيقه. واخر حاجه كارديو عالي الشده او الهيت، زي الجري السريع او نط الحبل بشده، السبرنتات وتمارين بوزن الجسم بشده عاليه. ده ممكن نعمله من 20 ل 30 ثانيه، وفي نفس الوقت الراحه من 40 لدقيقه، والجلسه كلها هتكون من 10 ل 15 دقيقه بس. مميزاته انه ما بياخدش وقت كتير وبيحرق سعرات عاليه في نفس الوقت، بس مرهق وما ينفعش تعتمد عليه على طول، ممكن مرتين في الاسبوع بس. سريعا كده هقول لك ازاي تحسب معدل النبض بتاعك عشان تعرف تحدد الشده في التمرين. في رقم ثابت اللي هو 220 هيبقى ناقص العمر. فخلينا ناخد مثال: واحد سنه 20، فهنخصم من 220 20 هيتبقى لنا 200. ناخد من 200 70% هيبقى 140، ف 140 دي هتبقى 70% من اقصى معدل النبض. ونيجي للمعلومه اللي فعلا صدمتني اول ما عرفتها: فعاليه الكارديو والسعرات اللي انت بتحرقها بتقل بمرور الوقت. طب ليه ده بيحصل؟ لان معدل الحرق الاساسي بيتاقلم. الجسم بيعرف انك بتعمل نفس الحركه لفتره طويله، فبيبدا يحرق سعرات اقل لكل دقيقه. في الاول الطاقه جايه من الجلوكوز والجلايكوجين مع بعض، بعد فتره طويله الجسم بيبطئ استهلاكهم الدهون، معدل الحرق الكلي بيقل، ان كل ما تتعب نشاطك ومجهودك بيقل، السعرات برضه بتقل. فالكارديو الكثير مش افضل من الكارديو القليل او المتوسط. افضل طريقه للكارديو هي 20 ل 40 دقيقه، مع انك تحافظ على الشده اللي انت ماشي عليها، ده بيديك افضل معدل حرق. وبس كده. لو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.